اهلا وسهلا بكم. انا ميرو ودي قناتي ميرو كروشيه. هنشتغل مع بعض النهارده مقلمه سهله بسيطه. يلا نبتدي. خيط زي ما انتوا حابين اللون او خامه الخيط. ده الخيط ده اللي معايا وده سمكه، وهشتغل معاكم الابره دي مقاس 3 والابره مقاس 0. هنشتغل مع بعض بيهم وهنشتغل معانا المقص. طبعا هنعوز مسطرة او ماسورة اللي موجود عندكم، قلم للتحديد، وسوستة، طبعا الخيط اللي هنشتغل بيه. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. هنجيب المسطرة او الماسورة ونشتغل. هنعمل كل 1 سنتي خرم بالابرة زي ما انتوا شايفينها كده، وهاجي اكمل الناحية التانية علشان يبقوا قصاد بعض. هجيب المسطرة واجي عند كل خرم خرمته واحط المسطرة واخرم قصاده زي ما انتوا شايفين كده، وهخرم هنا قصاده بالابرة الاستانلس، وهشتغل لغاية ما اخلص السوستة كلها. هعمل واحدة كمان تبقى كده. نعمل اللي بعدها. هنخلصها كلها بالشكل ده. ادي واحدة كمان، وهنا هتبقى اخر واحدة. نعمل وكده خلصنا بالإبرة دي. هنجيب الإبرة اللي هنشتغل بيها. أنا هشتغل بإبرة مقاس 3. نبتدي نشتغل. هنا احنا اشتغلنا على السوستة، عملنا الأول علمنا سنتي، كل 1 سنتي علمنا علامة، وخرمنا بالإبرة مقاس 0، إبرة الستانلس الصغيرة دي، وجينا اشتغلنا بالإبرة دي في كل خرم 4 غرز حشو زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وجيت هنا عملت هنا في آخر واحدة دي 2 غرزة حشو بس، وبعدين عملت 3 سلاسل وهنا 2 غرزة حشو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهاجي اشتغل في الخرم اللي بعده 4 غرز حشو في الحتة اللي بعدها اللي هي قصاد دي اهي. هنا قصادها اهي الخرم اللي احنا عملناه قصادها، وهنعمل 4 غرز حشو. ادي 1 2 3 ادي 4 غرزة حشو تبقى بالشكل ده. وهكمل قصاد كل واحدة عملتها، قصاد كل 4 غرز حشو هنا هعمل قصادهم الناحية التانية 4 لغاية ما ارجع لأول واحدة عملتها هنا هعمل قصادها. وهنشتغل برضو 3 سلاسل زي دول هنا، ونقفلهم في اول غرزة حشو اتعملت هنا،
بمنزلقة. هخلص خالص هنا وارجع. بعد ما خلصت كل الشغل على السوستة هبتدي اشتغل عمود من غير لفة على كل غرز الحشو اللي انا اشتغلتها. وهنا انا زي ما قفلت هنا ب3 سلاسل، هنا اشتغلت 3 سلاسل وكملت، هنا اشتغلت 3 سلاسل وقفلت هنا بمنزلقة، وبعدين طلعت بسلسلتين ارتفاع زي ما انتم شايفين اهو، وبعدين في كل غرزة حشو عملت عمود بدون لفة. العمود اللي من غير لفة انا باخد هنا لفة على الابرة وبدخل في اول غرزة حشو تقابلني وبطلع وباخد فتلة على الابرة، وبدل ما اطلع من 2 وارجع ادخل في 2 كمان اخد واحدة وادخل في ال2 التانيين، لا انا بشتغل في ال3 بطلع من ال3 كلهم مرة واحدة زي ما انتم شايفين، كأني هشتغل عمود بلفة عادي، بس بدل ما اطلع من 2 بعدين اخد واطلع من 2 انا بطلع من ال3 على بعض بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، وهفضل اشتغل لغاية ما اخلص كل غرز الحشو اللي على السوستة. هنا هخلص وارجع سطر العمود من غير لفة هبتدي اطلع 3 سلاسل ارتفاع، وهعمل بعد كده عمود بلفة عادي خالص. هدخل في الناحية الخلفية من العمود هشتغل عليها. انا هنا عملت عمود بلفة عادي خالص، طلعت من اول 2 وسبت الفتلة على الابرة، في هنا فتلتين على الابرة مش هطلع منهم، هاخد فتلة تاني على الابرة وهدخل برضو في الناحية الخلفية واطلع من 2 بس، وابقى كده انا معايا 3 فتل على الابرة هقفلهم كلهم، وهيبقى معايا فتلة واحدة بس على الابرة انا طلعت منهم كلهم. هرجع اشتغل غرزة عمود بلفة عادي خالص بس في الغرزة الخلفية كده زي ما انتم شايفين. هوريها لكم تاني اهو. انا هسيب دي، الطبيعي ان انا بدخل من هنا واشتغل، لا انا مش هدخل كده، انا هسيب دي وهدخل هنا في النص بينهم زي ما انتم شايفين واعمل العمود بتاعي. هخلص الناحية دي وارجع لكم. هرجع تاني بعد ما خلصت السطر او الناحية دي، هرجع اعمل نفس اللي عملته هنا في بداية الشغل، ان انا ادخل 3 عمدان في عمود اجمعهم في عمود او انقص في الشغل. هعمل كده هنا دي معايا دي عمودين قصدي، زي ما نقصت عمودين في الاول هنقص عمودين في الاخر. هنا انا معايا الفتلة اهي على الابرة وهسحب واحدة كمان وهدخل هنا واطلع واسحب فتلتين 2 بس من على الابرة وهيفضل معايا 2. هعمل في تاني واحدة بعدها، كل ده برضو وانا شغالة على الغرزة الخلفية كده، واطلع من 2 وبعدين اطلع من ال3 مرة واحدة وارجع اكمل شغل لغاية ما اوصل لدي. هعمل بس عمود ده وارجع اعمل كده تاني هنا عمود بلفة عادي، وارجع اعمل كده تاني ان انا اخد عمودين في عمود زي ما انتوا شفتوا وانقص ازاي وهرجع اشتغل عمود بلفة عادي خالص برضو في الغرزة الخلفية. كل الشغل بتاعي زي ما انتوا شايفين في الغرزة الخلفية بس
كله في الغرزة الخلفية. اخلص لغاية ما اوصل هنا. بعد ما خلصت سطر العمود من غير لفة هبتدي اطلع 3 سلاسل ارتفاع، وهعمل بعد كده عمود بلفة عادي خالص. هدخل في الناحية الخلفية من العمود هشتغل عليها. انا هنا عملت عمود بلفة عادي خالص، طلعت من اول 2 وسبت الفتلة على الابرة. في هنا فتلتين على الابرة مش هطلع منهم، هاخد فتلة تاني على الابرة وهدخل برضو في الناحية الخلفية واطلع من 2 بس، وابقى كده انا معايا 3 فتل على الابرة. هقفلهم كلهم وهيبقى معايا فتلة واحدة بس على الابرة. انا طلعت منهم كلهم. هرجع اشتغل غرزة عمود بلفة عادي خالص بس في الغرزة الخلفية كده زي ما انتم شايفين. هوريها لكم تاني اهو. انا هسيب دي، الطبيعي ان انا بدخل من هنا واشتغل، لا انا مش هدخل كده، انا هسيب دي وهدخل هنا في النص بينهم زي ما انتم شايفين، واعمل العمود بتاعي. هخلص الناحية دي وارجع لكم. هرجع تاني بعد ما خلصت السطر او الناحية دي، هرجع اعمل نفس اللي عملته هنا في بداية الشغل، ان انا ادخل 3 عمدان في عمود، اجمعهم في عمود او انقص في الشغل. هعمل كده هنا ادي معايا دي عمودين، قصدي زي ما نقصت عمودين في الاول هنقص عمودين في الاخر. هنا انا معايا الفتلة اهي على الابرة، وهسحب واحدة كمان وهدخل هنا واطلع واسحب فتلتين 2 بس من على الابرة، وهيفضل معايا 2. هعمل في تاني واحدة بعدها. كل ده برضو وانا شغالة على الغرزة الخلفية كده، واطلع من 2 وبعدين اطلع من 3 مرة واحدة وارجع اكمل شغل لغاية ما اوصل لدي. هعمل بس عمود ده وارجع اعمل كده تاني هنا عمود بلفة عادي، وارجع اعمل كده تاني، ان انا اخد عمودين في عمود زي ما انتوا شفتوا وانقص ازاي. وهرجع اشتغل عمود بلفة عادي خالص برضو في الغرزة الخلفية. كل الشغل بتاعي زي ما انتوا شايفين في الغرزة الخلفية بس، كله في الغرزة الخلفية. اخلص لغاية ما اوصل لهنا ارجع لكم تاني. هنا بعد ما خلصت سطر العمود من غير لفة هبتدي اطلع 3 سلاسل ارتفاع، وهعمل بعد كده عمود بلفة عادي خالص. هدخل في الناحية الخلفية من العمود هشتغل عليها. انا هنا عملت عمود بلفة عادي خالص، طلعت من اول 2 وسبت الفتلة على الابرة. في هنا فتلتين على الابرة مش هطلع منهم، هاخد فتلة تاني على الابرة وهدخل برضو في الناحية الخلفية واطلع من 2 بس، وابقى كده انا معايا 3 فتل على الابرة. هقفلهم كلهم وهيبقى معايا فتلة واحدة بس على الابرة. انا طلعت منهم كلهم. هرجع اشتغل غرزة عمود بلفة عادي خالص بس في الغرزة الخلفية كده زي ما انتوا شايفين. هوريها لكم تاني اهو. انا هسيب دي، الطبيعي ان انا بدخل من هنا واشتغل، لا انا مش هدخل كده، انا هسيب دي وهدخل هنا في النص بينهم زي ما انتوا شايفين، واعمل العمود بتاعي. هخلص الناحية دي وارجع لكم.
هرجع تاني بعد ما خلصت السطر او الناحية دي، هرجع اعمل نفس اللي عملته هنا في بداية الشغل، ان انا ادخل 3 عمدان في عمود، اجمعهم في عمود او انقص في الشغل. هعمل كده هنا ادي معايا دي عمودين، قصدي زي ما نقصت عمودين في الاول هنقص عمودين في الاخر. هنا انا معايا الفتلة اهي على الابرة، وهسحب واحدة كمان وهدخل هنا واطلع واسحب فتلتين 2 بس من على الابرة، وهيفضل معايا 2. هعمل في تاني واحدة بعدها، كل ده برضو وانا شغالة على الغرزة الخلفية كده، واطلع من 2 وبعدين اطلع من 3 مرة واحدة، وارجع اكمل شغل لغاية ما اوصل لدي. هعمل بس عمود ده وارجع اعمل كده تاني هنا عمود بلفة عادي، وارجع اعمل كده تاني، ان انا اخد عمودين في عمود زي ما انتوا شفتوا وانقص ازاي. وهرجع اشتغل عمود بلفة عادي خالص برضو في الغرزة الخلفية. كل الشغل بتاعي زي ما انتوا شايفين في الغرزة الخلفية، بس كله في الغرزة الخلفية. اخلص لغاية ما اوصل لهنا، ارجع هنا وانا هعمل هنا التناقص بتاعي. هاخد فتلة على الابرة وادخل واطلع من 2 بس، واجي في اللي بعدها هدخل واطلع من حلقتين بس، بعدين اخد واطلع من 3 حلقات، وبعدين هاجي هنا هعمل عمود بلفة في الحلقة الخلفية برضو، وهاجي هنا في السلسلة التالتة في 3 سلاسل وهعمل منزلقة، وابقى كده خلصت السطر. هشتغل سطر كمان عمود وارجع لكم تاني ما خلص. كده عملنا سطرين عمدان. هنيجي هنقفل، بس مش هنقفل بنفس الخيط، هنقفل بخيط تاني. هنيجي زي ما انتوا شايفين هندخل هنا، بس مش هنطلع بالخيط ده، لا هندخل ونسيب الخيط ده ونطلع بالخيط اللبني. احنا عملنا عقدة زي ما عملناها قبل كده، وهندخل نعمل منزلقة باللون اللبني او باللون التاني اللي احنا نشتغل بيه، ونكمل نعمل السطر اللي بعده. هنطلع سلسلتين ارتفاع وفي نفس المكان عمود بلفة، عمود بلفة عادي. هنشتغل هنا دي ارتفاع بس مش هنحسبها اي حاجة، احنا عملنا عمود، هنعمل عمودين كمان، 1 2. هنشتغل سلسلة وهنسيب في الارض 3 عمدان، 1 2 3، وهنيجي في الرابعة 1 2 3، هنيجي في رابع عمود ورابع غرزة ونشتغل 3 عمدان بلفة، 2 3. نشتغل سلسلة ونشتغل نعد 1 2 3، وفي الرابعة هنعمل 3 عمدان بلفة، 1 2 3.
هنكمل بقية السطر بنفس الشكل. خلص ارجع لكم. بالشكل ده عملنا زي ما قلنا 3 عمدان سلسلة وسيبنا 3 في الارض، جينا في الرابعة عملنا 3 عمدان وسلسلة، 3 عمدان وسلسلة، وكان ده السطر الاولاني في الغرزة. هنعمل المنزلقة، مش هنعملها في سلسلتين الارتفاع زي ما قلنا، هنعملها في اول عمود هنا اتعمل. ادي ال3 عمدان، ادي اول عمود، هنسيب السلسلتين دول خالص وهندخل في اول عمود اتعمل هنا، وهنعمل المنزلقة بتاعتنا. هنطلع ارتفاع 2 وهنعمل سلسلة، وهنيجي هنسيب ال3 عمدان وهندخل هنا في الفراغ اللي احنا عملناه وهنعمل عمود بالشكل ده. هنيجي نعمل عمود كمان، بس مش هنعمله كده في الفراغ، لا، هنيجي في السلاسل اللي احنا سيبناها هنسيب واحدة، احنا سايبين 3، هنيجي في النص ونعمل العمود التاني في السلسلة او في العمود اللي في النص اللي احنا كنا سايبينه، وهنيجي نعمل العمود التالت في الفراغ تاني هنا من غير ما نعمله في اي حاجة، يا دوبك في السلسلة اللي احنا كنا عاملينها بس. نعيدها تاني، هنعمل سلسلة، هنسيب ال3 عمدان، هنيجي نعمل في الفراغ اللي احنا عاملينه اللي هو فراغ اللي فيه السلسلة، هنعمل عمود بلفة، هناخد على الابرة تاني فتلة وهنسيب اول واحدة في ال3 عمدان اللي تحت، هنسيب اول واحدة ونيجي في التانية وهندخل ونعمل عمود بلفة، هنيجي ناخد تاني وهنعمل عمود بلفة بس في الفراغ بتاع السلسلة زي الاولاني بالطريقة دي. احنا هنفضل نشتغل كده، عمود في الفراغ، عمود في الفراغ ده، وبعدين عمود هنا في النص، وبعدين عمود في الفراغ ده تاني، نعمله كمان مرة، نعمل سلسلة وهنسيب ال3 عمدان وهنيجي نعمل عمود في الفراغ ده، وبعدين عمود في الفراغ بتاع ال3 عمدان دول، هندخل في اللي في النص رقم 2 هنا زي ما انتم شايفين، وهعمل عمود بلفة، هاجي اخد تاني خيط على الابرة واعمل عمود بلفة كمان بس في الفراغ اللي بتاع السلسلة زي ده، يبقى عمود في فراغ السلسلة، عمود في السلسلة اللي تحت، وعمود تاني في فراغ السلسلة، وهيبقى ده شكله معانا. خلص السطر وارجع لكم.